دلوقتي بقى جالي تليفون ولقيت اختي بتكلمني وبتقول لي احنا جايين على باب الشارع وداخلين عليكي. قلت لها حبيبتي تنوري وتشرفي. اتفاجئت كمان وهي بتكلمني بتقول لي ده انا جايبه كده العيله، يعني عاملين لك مفاجاه كده وجايين كلنا نقعد ونقضي اليوم معاكي. فانا دلوقتي بقيت محتاسه ومش عارفه اعمل ايه، فقلت لها حبيبتي تنوري وتشرفي، حبيبتي انا مستنياكي. هو خلصت بقى المكالمه قلت لها مستنياك اهو على انتظار. وقمت جري دلوقتي، يعني زي ما بيقولوا كده قعدت اجري بقى واقول لاحمد قوم يا احمد بسرعه شيل معايا، شيل معايا يا احمد ساعدني بسرعه عشان الحصه اللي احنا فيها دي. طبعا عندي الدنيا بقى مكركبه يا جماعه، واحمد بقى كان بيلعب بالعجل والمكعبات والدنيا كانت متبهدله خالص، وانا كنت قاعده بقى اشرب القهوه بتاعتي ومش حاطه في دماغي، يعني انا قاعده كده اساسا مكسله وكسلانه واول ما جالي التليفون ده سبحان الله يعني الطاقات الايجابيه كلها جت لي بقى بصم. بقيت عماله اجري يمين وشمال واشد واعمل واحمد يساعدني، فالموضوع اتغير جدا. يعني تخيلوا من واحده قاعده كسلانه لواحده عماله تجري وتقضي وتعمل كل حاجه، لان خلاص هم يعتبروا وصلوا فاضل لهم 10 دقائق بالكتير ويضربوا الجرس، وانا مش عارفه اعمل ايه. بدات بقى لميت كل حاجه كده، وطبعا الحصره عندي كانت متلحوسه، مطرح مثلا قهوه كانت واقعه عليها قبل كده، حاجه كانت واقعه عليها، فما بقتش عارفه اعمل ايه. جبت المقشه بقى كده وقلت ايه انفض بس المساند عدلتها ورحت منفضاها بسرعه كده، وقلت اجيب المقشه اروح كنسل الحصر كده عشان ما يجوش يلاقوا الدنيا بقى ايه يعني، حوسه. حالتي حوسه مش عارفه اعمل ايه. كنست كده وهو زي ما انتم شايفين. عايزاكم يا جماعه حطوا لايكات كتير وشجعوني، واللي ما اشتركتش في القناه يلا انزلي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. كده كنست ولميت الترابه بقى ودخلتها كده في المكان ده. طبعا المكان اللي انا دخلت فيه وعينت فيه الحاجه اتكركب جدا يا جماعه، اعمل معاكم روتين ان شاء الله وننضفه ونشوف الدنيا في ايه، بس انا اخلص من الموضوع اللي ضيوف جايين دلوقتي على غفله. جبت شويه كرول على خلطه، يعني خلطه كده يعني صابون على كرول، بتاع الادوات المنظفات بيبقى عاملها خلطه على بعضها كده. دي بقى لو عاوزه تغسلي سجاجيد تغسلي حصر، وانا مش وقت اللي انا اغسل خالص، انا رحت جايبه بقى المساحه بتاعتي او الشرشوبه بشويه ميه سخنين دغري كده، واروح حاطه فيهم شويه الخلطه وبدات كده امسح كده عشان ايه، يعني لو في حاجه متلحوسه ما شاء الله الخلطه بتخليها نظيفه اكن الحصيره مغسوله دلوقتي ومحطوطه. بدات كده المع وانضف بالمساحه، وما الاقيها اتسخت كده او اتطربت او كده مش نضيفه اروح ماسكاها حطاها تاني في قلب الجردل وشطفها، وابتدي امسح كمان المكان اللي هو مش مفروش اللي هو الارضيه اللي باينه البلاط ده، وابتدي انضف حاجتي عشان يجوا يلاقوا بقى ايه الدنيا زي الفل شمعه منوره من غير ما تكون يعني ايه الحمد لله، عشان ما يجوش كده على غفله يلاقوني متبهدله فبقى شكلي وحش قوي، شكلي يبقى محرج. ورحت جايبه هنا الطبليه كده بسرعه حطاها بقى بحيث اقدم لهم عليها حاجه احط ازازه ميه، ورحت عادله الستاير كده ومظبطه الدنيا، هجيب بقى المعطر كده ارش كده رشتين كده عشان الجو يبقى حلو كده وجميل، هو ده اللي ناقصني. وكده انا حاسه ان هم هيضربوا الجرس حالا. وهنا في الوقت الجماعه جم بقى كده ورحبت بيهم اكني كنت قاعده فاضيه وما وريش اي حاجه.